ايه احسن مسلسل كوميدي في رمضان السنه دي؟ طبعا في حاجه واضحه جدا لكل الناس ان رمضان السنه دي مفيش مسلسلات كوميدي كتير. الموضوع قليل قوي. بالظبط هما 6 مسلسلات كوميدي تقريبا. 3 اتعرضوا النص الاول و3 هيتعرضوا النص التاني. فيلا بينا قبل ما نبدا نشوف ايه الحوارات دي كلها، ايه ال6 مسلسلات دول وايه اللي اتعرض وايه اللي لسه هيتعرض. نبداوا باللي لسه هيتعرض. اللي لسه هيتعرض 3 مسلسلات كوميدي. مسلسل بيبو اللي من بطوله كزبره، مسلسل النص التاني اللي من بطوله احمد امين، وده مسلسل انا متحمس له طبعا. والمسلسل الثالث مسلسل متري سمير بطولة كريم محمود عبد العزيز. دول اللي لسه هيتعرضوا، فدول مش هنتكلم عنهم طبعا لان لسه مش عارفين اي حاجه عنهم، ووارد حد منهم يبقى جامد قوي فلسه هنشوفه ونبقى نقول لكم. احنا هنتكلم دلوقتي على ال3 اللي اتعرضوا. مين ال3 اللي اتعرضوا؟ 3 مسلسلات كلهم بيحبوا مودي، بطولة الاستاذ النائب ياسر جلال للاسف. مسلسل فخر الدلتا اللي هو اول بطولة لاحمد رمزي، ومسلسل هي كيمياء اللي من بطولة مصطفى غريب ودياب. طبعا طولنا عليكم في الحته المقدمه دي بس بنعرفكم الدنيا ماشيه ازاي، ان مسلسلات الكوميدي طبيعي السيزون ده قليله. من غير كلام كتير هنبدا على طول. احسن مسلسل كوميدي بالنسبه لي، بالنسبه للثلاثه اللي اتعرضوا واتوقع لحد حتى ما الليله دي تخلص، مسلسل هي كيمياء اللي من بطوله مصطفى غريب ودياب. في ميزه كمان ان انا حاسس يعني ان ده مش رايي لوحدي، انا حاسس ان الشارع المصري كله اتفق ان ده مسلسل كوميدي جامد قوي، باختلاف الاعمار حتى. الراجل ورا الكاميرا ابويا يقول يا دورجو بيقول ان شاف ان الناس كبيره بتهيص المسلسل يعني، فاهمين الشارع الراي العام كله متفق ان المسلسل ده جامد قوي ككوميديا يعني وخفيف كده عليهم. بيني وبينكم انا اصلا ما كنتش ناوي اتفرج على اي حاجه كوميدي السيزون ده، بس كرول كده وقاعد برضه على السحور تقريبا جه كام مشهد من هي كيمياء شجعوني بصراحه ان انا اخش اتفرج، ودخلت اتفرجت وبصراحه ما ندمتش خالص. المسلسل جامد قوي يا جماعه، جامد قوي وسحلني سحله اللي هو مثلا قعدت 10 حلقات في قعده واحده كده بعد الكليه مثلا. المسلسل ده مخيف قوي يعني. ودلوقتي هنتكلم ليه المسلسل ده قد يكون افضل مسلسل كوميدي السنه دي. طبعا اول سبب يخلي المسلسل ده جامد قوي كده ان المسلسل لايت وخفيف. المسلسل مش حاجه تقيله على قلبك، ولا الموضوع ساعه ونص مثلا، ليله لذيذه كلها. الاتنين ابطال دمهم خفيف قوي، وفي كيمياء كبيره جدا بينهم. المشاهد كلها خفيفه. الكوميديا، ودي نقطه مهمه جدا، الكوميديا من غير حزق ولا رمي افيهات بالعافيه. الموضوع ماشي سلس، الموقف هو الكوميديا بتطلع من قلب الموقف نفسه، ودي طبعا اهم ميزه. زي ما قلنا البطلين نفسهم الكيمياء بينهم عاليه جدا سواء مصطفى غريب او دياب. بس في برضه نقطه مهمه، اي حد بيمثل في المسلسل ده غالبا دمه خفيف. يعني انا بتكلم تحديدا عن ممثل جامد قوي يا جماعه اسمه ميشيل ميلاد. الراجل ده كان عمل برضه فيلم الساده الافاضل. الممثل ده دمه خفيف جدا ومن غير وجع دماغ برضه، فاهم؟ اللي هو بيتكلم كلام عادي زينا كده بس في قلب الموقف يخليك ميت من الضحك. فدي طبعا نقطه حلوه قوي في المسلسل، وغالبا دي التلقائيه في رمي الافيه وكده من غير ما حزق ومن غير ما ترمي الموضوع بالعافيه زي فخر الدلتا اللي انا هتكلم عنه. ده سبب كبير جدا ان المسلسل ده ناجح وواكل مع الناس يعني. نيجي بقى لتاني نقطه واللي هي اهم من كل حاجه برضه، يعني كل نقطه بقول عليها اهم من كل حاجه بس يا جدعان يعني دي النقط الحلوه انتوا فاهمين قصدي يعني. ان بجانب الممثلين دمهم خفيف جدا زي ما قلنا، الكتابه نفسها دمها خفيف. انتوا فاهمين قصدي يعني. القصه حلوه، انت باني قصه متماسكه، قصه باني شخصيات، في تصاعد في الشخصيات، في حبكه اللي ده عرف ده ازاي وده ماشي مع ده ازاي وده بيحب دي ليه، فاهمين قصدي. مش ما اعتمدوش ان انت تطلع ترمي افيهين وخلاص ولا تحاول تستظرف، لا في قصه مكتوبه. القصه هي اللي بتخلق الكوميديا، ودي نقطه مهمه جدا في اي عمل كوميدي. ان انت عشان تعمل عمل كوميدي يضحك ويضحك على فترات زمنيه بعيده، ان انت تشوفه اي وقت تضحك، مش مرتبط مثلا في فتره معينه، انك تعمل قصه حلوه. القصه دايما هتضحك، مش مرتبطه بإفيه زمني ان الإفيه ده هيبقى كويس في الوقت ده او للترند ده، مش ركوب ترند هي وخلاص، فاهمين قصدي. فبالنسبه لي ان طول ما القصه مكتوبه صح هتفضل تضحك، وده اللي بيخلينا نضحك على اعمال زمان اصلا يعني كان بيبقى متعوب فيها. ده بالظبط اللي انا رايي هو موجود في هي كيمياء، العنصر اللي فاقدينه في كل مسلسلات الكوميديا مثلا الموسم ده طبعا، ان في قصه كويسه. فشابوه طبعا للكتاب بتوع المسلسل يعني. نقطه برضو حابب اتكلم فيها قوي وهي الفنان مصطفى غريب نفسه. الراجل ده ماشي بخطه ثابته عجباني جدا. بعد اشغال شقه جزئين دلوقتي هي كيمياء، بطوله مطلقه ليه او بطوله يعني مع دياب بس بطولته يعني في الاخر. انا عاجبني جدا الثبات والمستوى بتاعه ده، بيطور الكوميديا بتاعته، الكوميديا الخفيفه اللي هي بالنسبه لي الراجل ده بيشبه لي الفنان طلعت زكريا الله يرحمه يعني. طبعا هنا مش بتكلم بيشبه لي ان هو مين احسن او جو المقارنات ده، لا لا لا، انا قصدي في ستايل منه كده. فالناس برضو تقول لي رايها في الموضوع ده بس انا حاسسها يعني كده. وعموما يعني ربنا يوفقه ويفضل يقدم لنا حاجات كوميديه بالمنظر ده، لان هيبقى كسبنا فنان كوميدي محترم الفتره الجايه. ومن هنا بقى هننتقل لمسلسل فخر الدلتا اللي بكل صراحه هو ما عجبنيش خالص. انا اتفرجت منه على 3 حلقات تقريبا، ما قدرتش اكمل.
وده بسبب نقطة مهمة جدا يا جماعة، لازم نفرق على فكرة المسلسل ليه شعبية بالمناسبة الأول وليه جماهير أو كلهم على راسي، وأنا أبطال العمل بحبهم جدا، سواء أحمد رمزي طبعا، حتى الشباب اللي طلعت معاه، يوسف الفن، البخاري، الرجالة دي كلها أنا بحبها ومبسوط لها من قلبي والله، إن الناس تعبت وربنا أكرمها ودي فرصة كويسة ليهم. والمسلسل ده مش نهاية الدنيا يعني، أنت مسلسل خطوة في بحر، ان شاء الله يعملوا مسلسلات جايه تكسر الدنيا وتبقى دي بس بيتعلموا منها كده. بس بالنسبه للمسلسل ده اللي انا كده كده ممكن ابقى اعمل حلقه عنه مخصوص اصلا، اللي مش عاجبني فيه يعني بشكل عام كده ان في فرق كبير جدا بين انك تعمل مسلسل كوميدي وبين انك فيديوهات الفيس. فيديوهات الفيس بتبقى مدتها 5 6 7 دقائق بالكتير جدا، فانت مش محتاج سيناريو، مش محتاج، او حتى لو سيناريو مش محتاج تبني قصه في الموضوع. مسلسل عيبه ان هو يعتبر فيديو فيس بس طويل، يعني بدل ما هتتفرج على احمد رمزي في 5 دقائق، لا انت بتتفرج عليه في حلقه 51 دقيقه. الموضوع بايخ بصراحه، لان القصه نفسها حاسسها ضعيفه، مفيش قصه تطلع موقف كوميديه جامده قوي. هو نفسه بيستعمل اسلوبه في رمي الافيهات ده بشكل ملفت، اللي هو دي الكوميديا بتاعته، فحاول يطبقها في المسلسل، وده غلط. انت المفروض القصه هي اللي تخدم المسلسل مش اللي رمي الافيهات يعني. زي مثلا لما كان في ابسط مثال، كان في مشهد كده في محل انتيكا، فقال ايه ده هشتغل في محل انتيكا تحفه، بس تحف ومحل انتيكا. الافيه ده لو في فيديو مثلا كانت هتعدي، انما في مسلسل شبه ده ولا والمسلسل معتمد على الموضوع ده، ما جاش معايا سكه بصراحه. وفي ال3 حلقات انا حسيت بملل كبير جدا وزهقت وما عرفتش اكمل. في ناس كملت وفي ناس قالت ان بعد ما كملوا الموضوع اختلف وفي خطوط جديده اتفتحت والقصه بقت حلوه. انا بصراحه عشان ما اظلموش انا بكلمكم على 3 حلقات انا شفتهم، ما قدرتش اكمل بعدها. مستني رايكم والله، هو لو فعلا بعد ال3 حلقات في تطور جامد قوي ممكن ارجع اكمله، بس انا يعني شخصيا من البدايه كده الموضوع ما جاش معايا سكه. اتمنى طبعا ان كلهم يستفادوا من التجربه دي ويقدموا لنا حاجات احسن وكده، ويعتمدوا على القصه اكتر، يعني يحاولوا يطوروا القصه نفسها، مش رمي الافيهات وخلاص او خفه دم البطل وخلاص. بس كده دول المسلسلين اللي اتعرضوا. طبعا في مسلسل ثالث انا كنت قايل عليه اللي هو كلهم بيحبوا مودي، طبعا انا هلخص الليله بتاعته ده في جمله واحده: نو كومنت. انا مش عايز اتكلم على كلهم بيحبوا مودي يا جماعه، الموضوع يعني اعبث من ان انا اتكلم حتى عليه. معرفش حد متابعه ولا لا، بس اظن يعني بنسبه 99% لو حد بيتفرج فهو بيتفرج على الفنان الاتون هدى الاتربي. مفيش منطق ان انت تتفرج على المسلسل ده لاي سبب. في صوره يا رب الاقيها، كانوا ياسر جلال عامل نفسه النحو كده، كوميديا السبعينات الشقيه دي يعني روش جدا، فيعني انا مش عارف ليه يعمل في نفسه كده، هو كمان راجل الكباره العضو مجلس الشعب او مجلس الشيوخ يعني ربنا يتولانا بقى يا جماعه. قولوا لنا بس المهم انتوا دلوقتي ايه احسن مسلسل كوميدي في ال3 اللي انا اظن هتتفقوا معايا المره دي، لاني بتشتم في حاجات تانية ده مش هتشتم فيها ان شاء الله، هيبقى هي كيمياء. قولوا لنا برضه، شاركونا فاهمين، وقولوا لنا برضه فخر الدلتا ايه نظامه وبتاع، وانت نازل بقى تشاركنا بكومنتاتك وراك اللي فوق راسي دي. ما تنساش بقى لايك، سبسكرايب، شير، تفعل زر الجرس، روق علينا كده وزق معانا الدنيا. عايزين نوصل 1000 سبسكرايبر في نهايه رمضان، صعبه بس يعني يا رب يا رب بنشحت تقريبا. سلام يا رجاله. King.